صلاحك يا محب البشر. نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها. جئن ثق بطاقة برشيشنان إيهو مجنه أوفنن يتشيلي نم إجنتي قمتير سنتبي قاجي. وكل الشعب وضعفي نكون محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه 12 رسولا، من فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بمصر. ومن فم حقارة إلى المبارك ومن بنيوت الطيوت العرشي
بفران
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد، ابن الله المرسو بقوة بحسب روح القداسة بقيامة الأموات، يسوع المسيح ربنا الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم عن اسمه الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح، إلى جميع الساكنين بروميا أحباء الله المدعوين الأطهار النعمة والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إله يسوع المسيح من جهة جميعكم لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم، لأن شهادي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي لعل يسهل طريقي بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا مع بعضنا بعض إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة إنني ها مرارا كثيرا أستعد أن آتي إليكم، ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة والحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في روميا، لأني لا أستحي بالإنجيل، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب فلتحل مع جميعكم يا سيدي ويا أبا وأخوة الجميع، أمين. الكاثوليكون من رسالة معلمنا يعقوب، بركات على جميعنا، أمين. يعقوب عبد الله ورب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات كونوا في كل حين كونوا في كل فرح يا إخوتي إذ وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وإصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها فقل ليظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يذبل، لأن الشمس أشرقت
مع الحر فيبست العشب وانتثر ظهره وفسد جمال منظره، هكذا يذبل الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. فلا يقل أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذن إن جذب وانخدع في شهوة نفسه. ثم أن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضل يا إخوتي وأحبائي كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بقورة خلائقه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول شهوته تزول، وهم الذي يزول المنتهى الإبراكسيس فصل من أعمال آباء الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران، وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك إياها. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه وأسكنه في هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطي ملكا له ولنسله من بعده، إذ لم يكن له ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون زرعه متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لا سأدينها أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون يعبدونني في هذا المكان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه الكنيسة وكل كنيسة آمين. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن إلى الأبد آمين. اليوم السابع من شهر
وأعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء وسلام واطمئنان، وغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم أرسل الله ملاكه الجليل جبرائيل ليبشر القديس يواقيم بميلاد البتول والدة الإله مريم. كان هذا البار وزوجته حنة من سبط يهوذا من بيت داود، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين حسب وصاياه وأحكامه، يلهجان نهارا وليلا في ناموس الرب. وكانت القديسة حنة عاقرا لمدة 31 سنة، وهي تصلي مع زوجها طالبين من الله أن يهبهما نسلا، وعاهد الله أنه إذا أعطاهما الله نسلا ينذرانه للرب كصموئيل النبي. فاستجاب الله إلى طلبتهما وأرسل ملاكه الجليل جبرائيل وبشر الصديق يواقيم قائلا أن الرب سيعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم. فأعلم زوجته بما رأى وسمع، فشكرت الله وفرحت، ثم حبلت بالقديسة مريم العذراء الطاهرة. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 193 للشهداء 477 ميلادية تنيح القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بمدينة الأسكندرية، وترهب بأحد أديرة جبل القلمون، وكان عالما فاضلا. وبعد نياحة البابا ديوسكوروس الأول اتفق الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركا، فرسموه يوم 3 بابا سنة 172 للشهداء 455 ميلادية. لحقت بهذا البابا شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي، فقد نفاه الأمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غارة، حيث عاش هناك 7 سنوات، إلى أن أعاده الأمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة عظيمة، وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، ثم تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 21 سنة و10 شهور. بركة صلواته تكون معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس بسنتاؤوس الناسك. ولد هذا القديس في أرمنت من أبوين وثنيين. جاء به والده وهو طفل إلى المعبد الوثني، فصرخت كهنة الأوثان قائلة: لا تقترب بطفلكما لأنه عدو الآلهة، وطردوه مع والديه. ولما كبر بسنتاؤوس تعلم حرفة النجارة. أحب بسنتاؤوس الإيمان المسيحي، فذهب إلى الكنيسة وقبل المعمودية ودرس علوم الكنيسة. وبعد فترة أحس بميله إلى الهدوء، وكان يتدرب على الحياة النسكية، فانتقل إلى جبل قريب حيث سكن عند قديس يسمى ثورس، وتتلمذ على يديه. وفي الجبل ظهر له ملاك في شكل إنسان، وأمره أن ينزل إلى الخدمة ليرد هذا الشعب الضال بالعبادة الوثنية حتى يخلصوا. فنزل القديس كما أمره الملاك، وبنى لنفسه مسكنا بجوار المدينة يمارس فيها حياته الروحية، ويصلي بجهاد عظيم من أجل خلاص أهل هذه المدينة. وبعد قليل بنى كنيسة صغيرة، فاجتمع حوله 350 أخا، وتحول هذا المكان إلى مركز إشعاع روحي. وكان كثيرون من الوثنيين يأتون ويسمعون كلامه ويقبلون المسيحية، حتى كادت مدينة أرمنت كلها أن تصير مسيحية. وقد وهب الله القديس بسنتاؤوس موهبة شفاء المرضى،
فتوافدت عليه الجماهير طالبة الشفاء، وكان يهتم بشفائهم الجسدي وخلاصهم الروحي. وبعد أن أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، وما زال جسده مدفونا في دير القديس بالطوق شرقي أرمنت. بركة صلوات الجميع تكون معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا آمين. الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. يا رب ارحم. أشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا المرضى اشفيهم، لأنك أنت وشفاؤنا كلنا، حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، وقيامتنا كلنا. هللويا مارو تشاس خنت إكليسيا أنت بفلام أوس أو مارو اسمه إيروفيت كاتدرا أنت يبرز فيتم إيروس جيافكو نومت يوت
mefritien han eso, efena fingenit sotono no, afor kinjeb shoyso nef ene, esif jien sok befuib shayne, kata et taksis emmel shise. شويسا وينا ممك بنيوت السوى بن بطريرشيس بابا فاتا ودرز بما هيسنا نم بنيوت نبسكوبوس أفازوسي إيما شويس في عربتين Kızmaru tence fi ethne fenefrane şoy sentenigum Kyrie vlogisum tokata lokanagio evangelio tu anagnosme بمخافتنا أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا الطاهر المثلث الطوبى أبينا أنبا زوسي أسقف المدينة المحبة للمسيح أطفيح وكل تخومها إله السماء يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سلمية هادية مديدة ويخضع جميع أعدائه تحت قدميه سريعا ويعطيه زمانا هاديا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلباته. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. أنت يا الله ترجع وتتراءف على صهيون لأنه وقت التراءف عليها، لأن الزمان قد حضر، لأن الرب يبني صهيون ويظهر بمجده، لأنه نظر إلى صلاة المساكين. فليرفعوا في كنيسة
كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على طقس ملكي صدق الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباز سيما. الرب يحفظ لنا حياتكما آمين. باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم لأن كثيرين أخذوا في كتابة أقوال من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلمة. اخترت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب لك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف قوة الكلام الذي وعظت به. كان في أيامه رودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة آبيا، وامرأته كانت من بنات هارون واسمها إليصابات، وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا، وكان الاثنان متقدمين في أيامهما. فكان بينما هو يكهن في رتبة أيام خدمته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يرفع بخورا، فدخل إلى هيكل الرب، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب. وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه
يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، وهو يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. وها أنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلام الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا، وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤية في الهيكل. فكان يشير إليهم بيده وبقي صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته، وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: إنه هكذا قد صنع بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي، لينزع عاري من بين الناس. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. تحتفل الكنيسة اليوم بالبشارة بميلاد أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم. زي النهاردة كده الملاك جبرائيل بشر القديس يواقيم أبو العذراء مريم إنه هيكون ليه نسل. وطبعا في العهد القديم كانوا ينتظروا ميلاد المسيح، فكان كل واحد يفرح لما يجيله نسل، خصوصا لو كان هذا النسل راجل، عشان يكون المسيح ابنه. المزمور بتاع النهاردة بيقول: أنت يا الله ترجع وتتراءف على صهيون، لأنه وقت التراءف عليها. مر على البشرية 5500 سنة من خلقة الإنسان وسقوطه إلى هذه اللحظة. 5500 سنة البشرية كلها عايشة في الموت منذ سقوط أبينا آدم. و5500 سنة دول رقم كبير طبعا، فتحسوا كأن ربنا نسي البشرية، كأنه خلاص وعد بالخلاص ومش هيجي عشان يخلص. فكل القراءات بتاعت النهاردة بتتكلم على إنه هو ده الميعاد،
ربنا ما بينساش، ولا في حاجة بتتلخبط عنده، ولا بيوعد ويرجع في كلامه، ولا يقول هعمل حاجة وبعدين يتلخم في حاجات تانية وينسى اللي قال هيعمله. ربنا ما بيعملش كده. كل حاجة عند ربنا بمعيار وبميزان، كل حاجة بميعاد وبوقت بالثانية. فالمزمور النهاردة يقول أنت الله ترجع وتتراءف على صهيون لأنه وقت التراءف عليها لأن الزمان قد حضر. والإنجيل اللي يتقري علينا هو إنجيل أليصابات العاقر، رمز للبشرية اللي كانت عاقر بدون المسيح وبدون الخلاص. بشرية ما بتجيبش راجل، بشرية مش عارفة تجيب اللي يخلصها، بشرية مش عارفة تقتني لنفسها الخلاص، عايشة في الموت وعايشة في الضلمة وعايشة في الخطية. لكن يجي ميعاد محدد زي ما الكتاب بيقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. كل القراءات النهاردة بتتكلم في هذا الإطار، يعني بتورينا ازاي إبراهيم في أعمال الرسل يقول إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم، أو ظهور الله. صحيح البشرية قعدت فترة طويلة بعيدة، لكن في ميعاد ربنا ظهر فيه. زي ما بيقول تكلم الله هكذا أن يكون زرع متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة. عمر طويل بعيد عن الخلاص وفي التوهان، ولكن في ميعاد لمجيء المخلص. الإنجيل اللي صليناه في العشية بالليل بيتكلم على المرأة ساكبة الطيب اللي في بيت سمعان الأبرص. وهو بيت سمعان الأبرص هو نفس البشرية المعذبة، هو نفس الرحم العاقر، بيت فيه موت. البرص هو مرض الموت ومرض الخطية، فبيت فيه موت وفيه خطية لأنه ما فيهوش الله. لكن الله لم يستنكف